في سكيلز معينة لازم تبقى عندنا علشان نعرف نعمل محتوى ناجح على انستجرام. أول حاجة الكوبي رايتنج، هو الكتابة التسويقية. نلاقي إن الكابشنز بتاعة الناس تعتبر جزء من كوبي رايتنج، مش شرط نبقى سكيلد فيها. في ويب سايت اسمه كوبي اي اي بندخل عليه وهو بيساعدنا ان احنا نطلع كوبي. احنا عايزين الشخص اللي بيتفرج على المحتوى يعمل ايه في الاخر، ايه السي تي اي، يعني كول تو اكشن. انا محتاج يبقى عندي اكشن بحطه في النوع المحتوى ايا كان، جرافيكس، فيديوز للكرييترز والبيزنسز على السوشيال ميديا. لازم يبقى عندنا كول تو اكشن. ما ينفعش ابقى بنزل اي بيس اوف كونتنت من غير هدف. ان احنا يبقى عندنا جنرال جرافيك ديزاين سكيلز. احنا ممكن ننزل كانفا، وميزه كانفا ان هو في تمبلتس لكل حاجه، ذكي جدا، وهو اساسا معمول عشان السوشيال ميديا. فاحنا ممكن ندخل وناخد تمبلت ونعمل لها كاستمايزيشن للبيزنس بتاعنا، ونبقى دايما كونسيستنت، عشان ده هيرجعنا لايه؟ ده اللي هيرجعنا للبراندنج اوتلاين بتاعنا. ثالث سكيل هي الفيديو اديتنج سكيل. مش لازم نبقى مونتير محترف، محتاجين على الاقل نتعلم البيسكس بتاعه الاديتنج سكيلز، لان احنا ما ينفعش ننزل محتوى ما فيهوش اي ريلز. الريلز فرصه كبيره قوي لازم نستغلها في البيزنس اكاونت بتاعنا، ان احنا نكبر الفولوينج ونزود البراند اويرنس ونوصل للمستخدمين اكتر.